بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اصدقائي الاعزاء في قناتي محمود المصري للصيانه الكهربائيه، وان شاء الله اليوم هنشرح درس جديد ومبسط. ويا ريت قبل ما نشرح الدرس بتاعنا يا ريت ما تنسوناش تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يلا بينا نتعرف على الادوات المستخدمه معانا النهارده ان شاء الله في درسنا الجديد. وهيكون معانا ان شاء الله دايره ريموت كنترول 4 خط. ومعنى كلمة دايرة ريموت كنترول بتعني إن إحنا هنتحكم في الإضاءة بتاعتنا عن بعد عن طريق دايرة الريموت. ودلوقتي معانا شاسيه، معانا لقمة مفتاح، معانا صدادات، الأدوات بتاعتي المستخدمة قصافة، زرادية، مفك عادة، ومفك تسريح لحام، والكليبسات بتاعتي واللمبات وبواط. وما ننساش أهم شيء مفتاح الحماية بتاعي اللي هو القاطع ويكون 16 امبير. ودلوقتي انا معايا دايرة الريموت، ودايرة الريموت اللي معايا ديت هي مكونة من 4 خطوط، وكل خط فيهم بيشيل 200 واط. مع العلم ان دايرة الريموت كنترول في منها ال4 خط وفي منها ال6 وفي منها ال8 حسب ما انت عاوز. ودايرة الريموت دهيت هي بتستخدم في الاماكن الواسعة او الاماكن الكبيرة المتعددة او اللي فيها اضاءة مختلفة. يعني مثلا على سبيل المثال هيكون مثلا عندي في الريسبشن بتاعي عندي في الاضاءة النجف، في عندي اضاءة السبوتات، بقدر ان انا اتحكم من خلال الريموت بتاعي دهوت ان انا اخد الاضاءة المتاحة ليا او اللي انا عاوزها. وبرضه بتستخدم في المحلات الكبيرة اللي هم ادوات كهرباء، بحيث ان هو لو في المحل فيه مثلا على سبيل المثال ان هو فيه مجموعة من النجف الكتير، يقدر ان هو يتحكم في درجة مستوى الإضاءة عن طريق دايرة الريموت. يلا بينا نشرح عملي. ودلوقتي زي ما احنا شايفين معانا دلوقتي 3 لمبات، والثلاث لمبات انا ركبتهم. هنستخدم اللون الاحمر، والاحمر ده هيبقى الكهرباء بتاعي، والارضي هيبقى اللون الازرق. وهنقوم بعملية التثبيت اللمبات. زي ما انتم شايفين هناخد اول لمبه هنثبتها معايا بالشكل ده، وهناخد اللمبه الثانيه بالشكل ده هو برضو. ومعانا اللمبة التالتة هنقوم بتثبيتها. اللمبة التالتة وكده قمنا بتثبيت اللمبة التالتة. يبقى أنا عندي 3 لمبات، احنا قلنا إن هي 4 لمبات، فأنا دلوقتي مش هستخدم اللمبة الرابعة. دلوقتي احنا زي ما انتم شايفين احنا ثبتنا اللمبات بتاعتنا، وخارج من كل لمبة فردتين. الفردتين دول بيمثلوا فردة كهرباء وفردة الأرض. هناخد احنا الأسلاك بتاعتنا زي ما انتم شايفين. بعد ما ثبتنا هنقوم دلوقتي هندخل الفرد بتاعتنا في البواط زي ما انتم شايفين كده اهو. انا سايب الاسلاك بتاعتي بالشكل دوت على اساس ان انتوا تتخيلوا معايا الشكل عامل ازاي. لو حبيتوا ان احنا نحطها في مواسير في السكيب يا ريت تشاركوني الراي في التعليقات، بحيث ان انا اشوف طلباتكم واعمل لكم كل اللي انتوا عاوزينه. دلوقتي احنا هنثبت دول بكليبسات، وبعد ما نثبت الحاجات ديت بكليبسات هنضطر نرجع لكم تاني ونشوف ونكمل.
ورجعنا لكم تاني بعد ما ثبتنا اللمبات بتاعتنا والاسلاك بتاعتنا بالكليبسات زي ما انتم شايفين عشان الصورة تبقى واضحة قدامكم بشكل جيد واحسن. دلوقتي هنرجع مراجعة بسيطة. دلوقتي انا خدت من كل لمبة من اللمبات بتاعتي طرفين، عندي الطرف الاحمر وعندي الطرف الازرق. الاحمر احنا قلنا ان هو هيبقى كهرباء، والازرق هيبقى الارضي بتاعي. احنا خدنا كل الاطراف بتاعتنا وحطيناها هنا اهوت في البواط بتاع التجميل، وجينا عندي في العلبه الماجيك خدنا طرفين زي ما انتم شايفين. الطرفين دول حطيناهم برضو في البواط، هيكون نزلة المفتاح بتاعنا. وادي عندي المصدر بتاعي مصدر الكهرباء، وادي مصدر الارض. هنركنهم دلوقتي على جنب ونبسط الموضوع بشكل اوضح. دلوقتي انا هاخد من كل لمبة الطرف بتاعها اللي هو نازل، اللي هي فردة اللمبة الزرقاء بالشكل اللي انتوا شايفينه دهوت، وهاخد التلاتة دول كده اهوت مع بعض وهنجدلهم، وهاجي المصدر الارضي بتاعي اللي هو جاي داخلي على الغرفة بتاعتي. هنقص الزيادة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو، وهاخده معاهم. هاجي عندي هنا اهو دايرة الريموت بتاعتي متكونة من الوانات زي ما انتوا شايفين كده اهو. عندي اللون الاسود في الانبوت والاوتبوت بتاعه، الدخول والخروج بتاعه دوت الارضي. الاحمر ده بيبقى كهرباء. بالنسبة للفرد هيبقى عندي الاي والبي والسي والدي، دول الاربع مستويات الموجودين عندي في دايره الريموت. واللي انا حبيت ان انا اوضحه ان دايره الريموت ديت ان كل لمبه بتاخد 200 واط. هنيجي دلوقتي هناخد عندي اول حاجه هعملها زي ما انتوا شايفين الارض اهو واطراف الارض بتاعي، واروح عامله كده تمام زي ما انتوا شايفين. اصبح ان الارض بتاعي كده كامل مكتمل. اروح واخد بعضي هنيجي بعد كده هو هناخد اطراف اللمبات. اول لون هيبقى عندي الازرق، هنلحمه في اول فردة لمبة موجودة عندي زي ما انتوا شايفين، واديها شريط لحام. هاجي بعد كده الطرف التاني وهنجدله بالشكل ده اهو، وهديله برضو شريط لحام. وهاجي عندي الطرف التالت بالشكل ده اهو، وهديله برضو شريط لحام. اما بالنسبة للطرف الرابع فانا مش محتاجه، فبشيله احتياطي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. باجي انا بروح مدخل الدايرة بتاعتي. اصبح ان في عندي دلوقتي طرف الكهرباء اللي هو جاي ده باخده مباشر على العلبة اللي هتبقى فيها المفتاح بالشكل ده اهو. وادي شريط لحام واجي هنا اهو، ده بواط التجميع بتاعي، واجي هنا اهو اقفله بالشكل اللي انتوا شايفينه. نرجع بقى دلوقتي عندي على العلبة بتاعتي ونجيب المفاتيح. ودلوقتي
معانا العلبة بتاعتي اللي انا هجمع فيها اللقمة بتاعت المفتاح، ودي لقمة عادية. زي ما انتوا شايفين بالشكل دهوت. هنيجي هنا زي ما انتوا شايفين هنركب هنركب عندي هنا اهوت الطرف اللي هو جاي من دايرة الريموت اهو، وده هيبقى الطرف الكهرباء اللي جاي من المفتاح بتاعي اللي هو بتاع التغذية، مفتاح الحماية اللي هو داخل على البواط. وهاخد الطرف دهوت بالشكل ده، ودلوقتي هبدأ ان انا اقفل الشاسيه بتاعي. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. وهنبتدي ان احنا نوصل الدايره بتاعتنا بمصدر التيار. فاصل. ودلوقتي هنسمي الله ونرفع ونشوف التجربه بتاعتي. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا الريموت معايا، الريموت دهوت هو بيتكون من الدايره وفيه حجر صغير زي ما انتوا شايفين بالشكل دهوت. عندي A و B و C و D والأون والأوف زي ما انتوا شايفين. هنيجي هنا اهوت بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا عملت اون، الثلاث لمبات اشتغلوا. هطفي اول لمبه، تاني لمبه، تالت لمبه. عاوز اولعهم تاني بدوس على اللي هي الاي، ده البي، وده السي. بالنسبه للمفتاح انا كده بتحكم من المفتاح بتاعي العمومي زي ما انتوا شايفين في الاناره، وبرضو بنقول بي زي ما انتوا شايفين. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وبكده نكون نهينا حلقتنا. ولو عجبتكم يا ريت تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحياتي اخوكم محمود المصري.